بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. رجعت لكم تاني بالفيديو الجميل بتاع السلطه بتاعه الرنجه. الفيديو اللي قبل ده احنا خلينا الرنجه بطريقه جميله من غير بوتاجاز ولا ريحه ولا اي حاجه، والطريقه بتاعه البوتاجاز والشوي بتاع الرنجه بيخليها ملوحتها تبقى اعلى كده، بتبقى ملوحتها اخف شويه، متبقاش حادقه. فالطريقه دلوقتي بقى انا هنقول لكم ازاي نعمل سلطه الرنجه. اول حاجه جبتها طبعا بعد ما خليتها بالطريقه اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي قبل ده، جبت الخل ورشيت عليها خل وحطيتها فيها شويه كده لغايه ما اللون الغامق اللي فيها ده يفتحها شويه، وبعدين ليمون. رنجة يعني خل وليمون على قد ما تقدروا حطوا لها خل وليمون. والجديد بقى في الفيديو الطحينه، جبت الطحينه ورحت حاطه فيها ليمون وهحط عليها شويه ميه افكها بس، ورشه ملح. هنشوف دلوقتي رشه الملح حطيتها ليه، وفي اخر الفيديو هقول لكم انا هعمل ايه علشان خاطر ما تعطشوش كتير بعد ما تاكلوها، وفي نفس الوقت بعد ما تاكلوا البصل تبقى ريحه بقكم حلوه. خلينا مع بعض خطوه بخطوه. بصوا انا بقلبها دلوقتي بعد ما عصرت عليها ليمون وحطيت الخل. الطبق ده فيه خل وليمون، فبحط فيها الرنجة على وشها. وبعد كده اجيب المقص واقطع رنجة اي قطع بقى زي ما انتوا عاوزين، بقى قطع صغيره كبيره شويه مش كبيره شويه زي ما بتحبوا. بعد كده هجيب بوله واحط فيها الطحينه اللي انا فكيتها بالميه وسنه ملح، ما حطيتش فيها بقى توم ولا اي حاجه ولا ليمون وميه بس، ميه خفيفه يا دوب فكيتها. واجيب بقى شويه الخضار دول واشوف هقطع ايه ومش هقطع، عشان في حاجات ينفع اقطعها على الرنجة وحاجات بتزفرها. وهنشوف الايه الاخضر اللي احنا جايبينه ده وليه جايبينه كمان ليه. هنجيب بقى الطماطم نقطعها اي قطع بقى بالطريقه اللي احنا عاوزينها، بحيث ان انتي يعني عايز تاكليها بالشوكه تاكليها، عايزه تغمسيها بالعيش تغمسيها بالطريقه اللي انت عايزاها. وتكوني مقطعه بقى بطاطس كمان علشان خاطر احطها في ميه وخل عشان تحمريها جنب الرنجه، بتبقى تحفه كمان. انا ما صورتلكوش المقطع بتاع البطاطس يعني الهدف من الفيديو اللي هو الرنجه والسلطه بتاعتها، لكن البطاطس كلنا بنعرف نحمر البطاطس. قطعنا الطماطم هي التقطيعه اللي احنا عاوزينها. بعد كده هنجيب البصل الاحمر، مش البصل الابيض، البصل الاحمر بيبقى مسكر شويه وطعمه حلو في الرنجه. وطبعا احنا عملنا الطحينه عشان ايه تحد من الحرقان بتاعها او الحدقان بتاعها، هي طبعا مش حادقه قوي بس برضو بتبقى فيها نسبه حدقان شويه. وهقطع البصل اي تقطيع برضو وافصصه من بعضه واروح منزلاه على ايه، على الطماطم وعلى الطحينه، وهقلب مع بعض كده كويس جدا. او بصوا لازم نفصصهم كويس مع بعض. طريقه في منتهى الجمال وشكلها حلو وطعمها حلو ومتبقاش حامية على الصدر. وادي بقى البقدونس بطل الحلقه بتاع النهارده، هو البقدونس ده اللي هيخلي الواحد ياكل، وبقى مهما ياكل بعد ما تاكلي وخلصي اكل. طبعا البقدونس في وسط الرنجه بتاكليه، في وسط السلطه بتاكليه، بعد ما تخلصي كمان تكوني مخليه كام عود كده على جنب تروحي اكلاهم، عشان خاطر بقك ما يبقاش له ريحه اي زفاره خالص. اي سمك تاكليه وتحسي ان بقك ريحته زفره، او بطعم اكل مثلا كلتي فراخ كلتي اي حاجه وحاسه بقك له ريحه كده شويه، كلي بقدونس. البقدونس ده ممتاز، بيريح المعده وبيضيع ريحه البق وبيحلي الاكل كمان. سبحان الله، اي حاجه تحطي عليها بقدونس جميله. قطعنا كام حته من الفلفل الالوان برضو بيبقى مسكر طعمه حلو في الرنجه. والخيار ما تحطوش فيها علشان بيزفر الرنجه. الخيار ما كنا الاول بنقطعه على الرنجه ونحطه عليها، فدلوقتي لا عشان بيزفر الرنجه. جربيها من غير الخيار وخلي الخيار بيبقى جنبها. نزلنا بقى بالرنجه اللي احنا قطعناها على الخليط اللي احنا كنا عاملينه بقى اللي هو الدريسنج بتاع الرنجة. اهو هننزل بالزيت طبعا اساسي في منتهى الجمال. طبعا أنا رشة الملح اللي انا قلت لكم عليها حطيتها على الطحينة علشان خاطر الخضار اللي انا حطيته ده كله. الرنجة اصلا ملحها قليل، والسلطة الخضار اللي انا حطيته ده هيبقى محتاج ملح. الرنجة بقى البطروخ بقى كان طري، والبطروخ بتاع الرنجاية التانية كانت حاساها كده غامق، فقرفت منه ما تاكلوش الرنجة البطروخ لو غامق. واصلا الطري ده مش الكل بيحبه يعني. وادي بص بقى حطينا الرنجه نزلناها اهي، ونزلنا عليها بايه بالدريسنج بتاعها اللي هو الطحينه والحاجات اللي حطيناها جواها قدامكم ده دي. فهنشوف بقى شكل الطبق كده. بصوا الطحينه على قد ما اديت طعم حلو بس الشكل مطفي. هنزود بقى الطبق، نحط عليه شويه رشه بقدونس من فوق كده، علشان كده برضو قلنا ايه بيريح المعده وبيضيع ريحه البق وبيدي طعم برضو حلو في الاكل. وهنزين بقى بشويه الخضار اللي كنا سايبينهم ما حطيناهمش كلهم. فلفل الوان احمر اصفر طماطم فلفل اخضر براحتكم، عايزين فيه بيحبوها حاميه حطوا فلفل شطه فلفل حامي احمر زي ما بتحبوا بتاكلوا. وبسم الله ما شاء الله. شايفين بقى في المفاجاه بقى دلوقتي هعمل لكم ايه بقى. بعد ما بناكل الرنجه الواحد بيبقى حاسس ان هو عطشان عطشان عطشان، يعمل ايه؟ هتجيبوا ليمونه، وبعد كده الليمونه دي تروح قسمينها اتنين ويا دوب تشيلوا البذر منها وتاكلوها كده بقشرها على بعضها كده، الليمونه على بعضها. هتلاقوا نفسكم مش هتعطشوا كتير وهتشربوا عادي، ومش هتحسوا ان انتوا كل ما تشربوا مش مرتويين زي اي سمك بتاكلوه. اي نوع سمك بتاكلوه بتبقوا عايزين تشربوا ميه كتير، كلوا ليمونه يعني مفتوحه كده بقشرها كلوها، وهتبصوا تلاقي نفسكم بسم الله ما شاء الله ما فيش عطش كتير. وادي زينا اهو بالخيار والطماطم
وبالبقدونس، وبسم الله ما شاء الله. يا ريت اللي يكون وصل معانا لغايه هنا يكون حاطه لايك، لان الفيديو شكله جميل وطعمه جميل وريحته جميله. الفيديو ده لعشاق الرنجه اللي بيعشقوها زينا. والف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد على قناه حضرتنا ان كيتشن. لا ازاي، استني. ادي الليمون بتاع الحلقه اللي فاتت، شفتوا الفيديو اللي قبل اللي فات بتاع الليمون اللي مخزناه المعصفر، سوري المعصفر ايه، القضاليا، اللي انا كنت عاملاه في الفريزر. شوفوا الفيديو ده، يا دوب جبت معلقتين في كوبايه ميه، واحلى عصير ليمون بعد الرنجه. بالهنا وشفا، مع السلامه.